لانه انا عارف ان هو عنده ورقه وقلم ويقدر يتكلم معانا بيها فيما في الاسئله كلها اللي قالها كابتن سيد عبد الحفيظ، واحنا ايضا بنسالها لجمهور النادي الاهلي. حاج عامر، ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك. كابتن شريف عبد المنعم، كابتن تامر بدوي، دكتور احمد ثابت. وسلم عليهم كلهم. الله يسلمك. تحياتنا ليك يا فندم. حاج عامر، دلوقتي لسه كان الكابتن سيد عبد الحفيظ معانا على قناه النادي الاهلي، وكان بيتكلم لماذا تم تاجيل مباراه نادي الزمالك مع المقاولون العرب، على الرغم من ان هي نفس الظروف اللي كان بيمر بيها النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره، ورفض طلب النادي الاهلي بتاجيل مباراه حرس الحدود ما قبل مباراته امام سيمبا اعتقد في البطوله الافريقيه، وايضا مباراه النادي الاسماعيلي عندما طلب ان تؤجل مباراته في الدوري لمده 24 ساعه، ورفضت لجنه المسابقات هذا الموقف. لا، انا سمعت طبعا الكابتن سيد، ويمكن انا اكتر واحد اتهاجمت. مظبوط. انا بجامل النادي الاهلي، وليه سبت له 12 مؤجل وليه سبت له 11 مؤجل، يعني انا اكتر واحد يمكن اتهاجمت. نعم. عشان مؤجلات النادي الاهلي. والمقوله بتقول ان الناس كلها بتتظلم، مش عارف مين عند حضرتك قال كده، الناس كلها بتشتكي. فدي ما دام الناس كلها بتشتكي يعني معناها ان احنا مش مع حد. انما هي ظروف الجدول اللي بيحكم الكلام ده. ما نقدرش نقارن بين مباريات والضغط. نادي بيلعب بطولتين في افريقيا ونادي بيلعب بطوله واحده. الزمالك ما كانش مشارك في بطوله افريقيا الاولى، كان خرج من البطوله اللي فاتت، والنادي الاهلي هو اللي كان بيلعب، فبالتالي لازم يبقى عدد ماتشات الاهلي تبقى اكتر والضغطه بتاعته تبقى اكتر. بالنسبه بين المباريات، النادي الاهلي في المباريات الهامه اللي كان فيها دور الثمانيه وقبل النهائي والنهائي اللي وصل فيهم النهائي مع الترجي، ما كنتش اقدر العبه بين المباريات عشان كان القيد 25 لاعب، واحنا اتفقنا مع الانديه ان احنا في يناير هنديهم 30 لاعب مقابل ان احنا هنضغط نلعب بين المباريات البطوله الافريقيه. لان الاتحاد الافريقي لو تشوف حضرتك شهر 3 لوحده عمل 3 مباريات في افريقيا، وبعدين الاجنده بتاعه المنتخب الوطني، وده اللي خلى نادي من الانديه، نادي بيراميدز، بيطلع يشتكي يقول لك انا هلعب مباراه في 30 يوم. وده امر طبيعي. لانك انت لما هتلاعبه يقول لك استنى لما النادي الثاني يلعب، ولما لعبتوش يقول لك احنا مريحين 30 يوم. انا اللي بختار المؤجل ده يبقى مع مين، يعني يوافق المباراه الافريقيه ديت هيبقى مؤجله مثلا الاهلي وبتروجيت، مش انا اللي بختار ان بتروجيت مش هيبقى عنده ليه. انا اللي هختار ان بتروجيت مثلا او نادي من الانديه عنده الاهلي والزمالك ورا بعض، فبالتالي هيبقى عنده مؤجلين. يجي للموضوع اللي بين المباريات لما جينا نطبقه، النادي الاهلي لما لعب في الدور ال 32 زي ما الكابتن سيد قال انه بيلعب 14 و17، لان المباراه كانت عنده يوم 21. حضرتك عارف ان الكونفدراليه بتلعب يوم الاحد، وابطال الدوري بيلعبوا جمعه وسبت. في الادوار الاولى انت ما بتبقاش عارف النادي هيلعب يوم ايه، هيختار يوم ايه. في دوري المجموعات بتبقى متحدد، الاتحاد الافريقي بيحدد الايام من الاول، المجموعه كلها في دوري المجموعات، فانت ما بتبقاش عارف النادي اللي هناك هيختار يوم ايه، جمعه ولا سبت ولا حد، بالتالي بتعمل على الاحتمال الاصعب. فلما جينا المباراه بتاعت 14 و17 اتكلم فيها الكابتن سيد، اللي هي في شهر 12 اللي هي بتاعت اثيوبيا، لعب 14 و17. يعني ممكن لو حطيته 18 كان ممكن هو كان ماتشهم 21. لو تفتكر حضرتك يا كابتن اسلام ان الاتحاد الافريقي بعد كده اجل المباراه يومين عشان كان في احداث في اثيوبيا، فاجلوا المباراه 23، يعني هي كانت محطوطه اصلا 21 واتاجلت عشان احداث اثيوبيا. نعم. فما اقدرش احط 14 والعبه زي الزمالك ما كان الواقعه الاخيره بتاعت النهارده ديت، العبه 18. لان الموقف هيبقى فيه فرق يومين، هيبقى صعب ان هو يسافر. نعم. في اثيوبيا. انما وضع نادي الزمالك اللي حصل النهارده، الزمالك هو اللي مزنوق، يعني الزمالك هيلعب مباراه اصلا لما حط النادي الاهلي في مباراتين ورا بعض في افريقيا، لما حطيتهم كانوا الماتشين بيلعبوا في اسكندريه. يعني لعب المباراتين في اسكندريه في نفس المدينه. نادي الزمالك النهارده مقدم طلب على انه عايز يلعب المباراه في القاهره. والامن مش موافق الا على اسكندريه، ومباراه المقاولين في القاهره. لما هيطلع من اسكندريه هيروح يلعب المباراه بتاعت المقاولين في القاهره، ويلعب يوم الاحد في الجزائر. اللي هي مباراه المقاولين. يعني هيلعب بس خد بال حضرتك يا حاج عامر، ده كان بيحصل مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، الشهر اللي فات تحديدا، يعني ان هو كان دايما النادي الاهلي رايح، الاهلي كان رايح
راح اسكندريه مره مثلا، وبعدين في النص سافر راح تنزانيا لعب مباراه سيمبا التنزاني، وبعدين اتغلب مثلا مباراه سيمبا التنزاني بسبب ال لا هو لعب مين قبلها قبل سيمبا؟ لعب يوم ايه؟ لعب، عارف لعب يوم ايه؟ لعب يوم قبلها ب3 ايام او ب4 ايام. 3 ايام. قولوا لي يا شباب لعب يوم كام؟ ما بيطلعش بره ملعبه. قبلها ب3 ايام، ما دام بيسافر ما بيلعبش قبلها ب3 ايام. لا انا بتكلم على الشهر ككل، انا مش حافظ الارقام بالظبط، ولكن انا بتكلم على كشهر ككل، لان احنا مثلا الشهر ده كمبدا عام عام. النادي الاهلي لما لعب المباراتين كان لعبوا في اسكندريه، من اسكندريه. لعب مباراه افريقيا في اسكندريه، والمباراه الثانيه كانت في اسكندريه. نادي الزمالك هو اللي زنق نفسه. انا يهمني يا كابتن اسلام في الموضوع ايه؟ ان بنبدا بين المباراتين بتوع افريقيا نحط مباراه قدام وسطهم. من اول يناير قدر الامكان بنحاول نحط مباراه في وسط المباراتين. تتلعب بقى بعد يومين 3. يعني النادي الاهلي كابتن سيد بيقول لي هلعب الزمالك يوم 30 وهلعب الاتحاد يوم 2. نعم. لان ان شاء الله الاهلي ربنا يوفقه هيلعب المباراه بتاعت دور الثمانيه يوم 5 أو 6. فانا ما اعرفش هو هيلعب يوم ايه، 5 ولا 6. فانت بتاخدها ان هو هيلعب يوم 5. هناخد بقى حاجه الاوحش. هيلعب اللي يوم 5، لان هي بتفرق كمان بره ولا جوه. اول هيلعب المباراه الاولى بره، او ثاني هيلعب المباراه الثانيه بره. تفرق بين الاول وثاني. دايما الاول بياخد المباراه الثانيه في ملعبه. انت لغايه دلوقتي انت مش عارف هيلعب في المباراه الاولى في ملعبه ولا الثانيه. فبتعمل الاحوط ان الاتحاد في اسكندريه، والمباراه الاهلي يوم 30 في اسكندريه. هي مباراه الزمالك. انما لو الاهلي هيلعب يوم 6 في اسكندريه، المباراه بتاعت دور الثمانيه ان شاء الله ربنا يوفقه. وعايز يلعب يوم 3، انا ما عنديش مشكله. انا يهمني المباراه تتلعب بين المباراتين بس. ما عنديش مشكله. النادي بقى عايز يتزنق وهو مسافر، عايز يتزنق بعد المباراه الاولى اللي هنا. انا السنه دي يا كابتن اسلام انا عايز اعدي المباريات. انت ما عندكش خيارات.